معروف ان المصارع الناجح هو اللي عنده كاريزما بيقدر يجذب الجمهور بشخصيته، سواء كان بشخصية شريرة او طيبة، وبيكون من الشخصيات المحبوبة بين الجماهير اللي بتستنى عرضه من وقت للتاني. ده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد، ولو حابب تشوفنا تاني ادعمنا بلايك واشتراك القناة. هالك هوجن المصارع اللي يعتبر اعظم مصدر جذب الجماهير الى المصارعة. بصراحة المصارع ده تحس المصارعة اتعملت علشانه، لان شكل هوجن وقوته غير الكاريزما اللي كان بيتمتع بيها بين الجماهير جعلت منه نجم محبوب ونجم مصارع رئيسي، لدرجة ان فينس ماكمان خلاه وجه شركة الدبليو دبليو اي لعدة سنين، وغير انه زود ارباح شركة الدبليو دبليو اي للضعف. ستيف اوستن، مع ان ستيف اوستن شخصية غير اخلاقية في المصارعة، وغير انه مصنف مصارع شرير، الا انه جذب كتير من الجماهير واصبح من الشخصيات المحبوبة. غير ان شخصية ستيف اوستن شخصية متمردة وجراءة لا حدود لها، لكنه يتمتع بكاريزما عالية وشخصية قوية قدر من خلالها يكسب حب الجماهير ومصدر ربح كبير للدبليو دبليو اي. ده المصارع الوحيد اللي في الدبليو دبليو اي اللي بيخرج على النص ومحدش يقدر يقوله انت بتعمل ايه. ذا روك من المصارعين اللي الدبليو دبليو اي حصل لها ازدهار ومكاسب مالية، واعتباره وجه للعلامة التجارية بعد ما سابها ستيف اوستن. غير طريقته في استخدام الميكروفون، وجذب الجمهور اليه بطريقة ساحرة، لدرجة لما عمل كامباك للدبليو دبليو اي كان الجمهور في حالة تأهب شديدة لاستقباله. والروك من المصارعين اللي ليهم كاريزما عالية وانجذاب شديد للجمهور، غير حبهم الكبير ليه قدر من خلالها يدخل في قائمة المصارعين اللي بيمتلكوا مكانة في قلب جماهير الدبليو دبليو اي. جون سينا المصارع الوحيد اللي من ساعة دخول الدبليو دبليو اي واللي الجماهير حبته من اول ظهور ليه، المصارع اللي تساوى مع كبار نجوم المصارعة، غير انه فاز ببطولة الدبليو دبليو اي 16 مرة بجدارة وبثقة عالية. غير ان المصارع اللي بيتميز بالجدية والالتزام، ومن المصارعين اللي حققوا شهادات عالية ومكاسب مالية كبيرة لشركة الدبليو دبليو اي. دخول جون سينا للحلبة كان بيعمل ضجة للجماهير. رومان رينز من لحظة ظهوره في ذا شيلد وهو بيمتلك كاريزما عالية وجاذبية شدت الجمهور ليه، مع الاعتبار انه شخصية شريرة، لكن كل ده قدر يحجز ليه مكان في قلب الجماهير، وقدر يثبت نفسه انه مصارع من العيار التقيل عشان يبقى العلامة التجارية للدبليو دبليو اي لعدة سنين متتالية، ويعتبر من المصارعين الرئيسيين اللي مش ممكن ابدا تستغنى عنهم الدبليو دبليو اي. بس لحد هنا اتمنى لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك القناة. اشوفكم على خير، سلام عليكم.